كما شفنا دابا في الاعلام كيقول لك الزريبه ديال الجزائر الفرنسيه، سرطان شمال افريقيا، اطلق الرصاص على بعض الشباب جايين يديروا السياحه في السعيديه ودخلوا شواطئ الجزائر الفرنسيه الصهيونيه، كيطلقوا عليهم الرصاص بني صهيون وكيقتلوا واحد منهم او اثنين، ربما اثنين. بعض المغاربه كيقولوا خاص حرب، خاص حنا نقتلوا جزائريين كيجيونا، اولا قتلوا جزائريين الى خطئوا هاد المره دخلوا الحدود. انا مع نقطه اخرى، انا مع ان شباب مغربي يتسلحوا ويمشيو يقتلوا نفس هذوك اللي قتلوا هذوك اللي عندهم الزوارق، دخلوا تا مغاربه تماك شي عصابات بالزوارق ويتسلحوا بكلاش الرشاشات، راه كيديروا غير $1000 1500 $2000. انا مع هاد المساله، الا ما كانش الدوله غترد في هاد السياق. انا ماشي مع تقتل الابرياء، لا، حنا ماشي مابغاش نكتشفوا على الله حنا كنقتلوا الناس، ولكن واحد كيقتل يعني الجزاء ديالو هو يتقتل. هذا شرع الله سبحانه وتعالى، باش قتلتي تموت. انا كنشوف هذا خاص الدار، خاص المغاربه يتطوعوا ويدخلوا ويقصفوا هادوك ويحرقوا باباهم، هما والزوار يحرقوهم، طلع الاسلحه. شوفوا كيفاش تهرب تدخل تماك، هكا غيكون رد. انا مع هاد المساله هذيك. وبعد الكراغله لقطاء الاستعمار الفرنسي كيقول لك واش نتوما قتلتوا الكراغله وقصفتوا الشاحنات، قتلتوا 3 جزائريين. وما كيعرفش بني صهيون الكرغولي الصهيوني المجوسي ان المنطقه ديال الشاحنات هذيك منطقه عازله، وعلى لسان الكراغله بني صهيون كيقولوا هذيك البلاصه راه فيها الحرب، وكتقولوا في الاعلام ديالكم يعني اش داك تدخل تما. اما في البحر ديك منطقه سياحيه عادي، تقدر اي واحد يغلط، تقدر حتى من بعد تغلط. جيت ما كتسارى تتقرا دخلتي في المياه تما واش الماء فيه خط ما تعرفش. هذه بني صهيون باش يعرفوا الصهاينه ديال شمال افريقيا، يعرفوا هاد لقطاء استعمار فرنسي اللي ينفذون اوامر فرنسا. ونفترض هو قصفك الجيش، على من خاصك ترد؟ وانتم قلتوا سوف يكون الرد قاسي. رد على الجيش، لاش خطرت على واحد مدني مسكين ما مسلحش، غادي واحد جاي من فرنسا جاي للمغرب لبلادو بغا يدوز العطلات ديالو ورجع بحالو، كتيري فيه انت بالسلاح ديالك هو بلا سلاح، انت بالزورق ديالك والاصدقاء ديالك كلشي مسلح هو والو، مع الاصدقاء ديالو جايين والو بلا سلاح لا والو، جايين وحتى الجيسك ديالهم فرغ من ليسانس ما بقاش فيه البنزين. يعني هذا جبن، انت خواف ما قادرش ترد على الجيش المغربي، كتنتقم من المدنيين. اذا كان قصفك من الجيش سير تماك المنطقه فين قصفك الجيش ورد لك شي راجل، كنتو ماشي رجاله، نتوما ما عندكمش الهيبه كما قال وزير خارجيه روسيا، ما عندكمش الهيبه، ما عندكمش وزن، ما عندكمش الرجوله. وقال ابو خروبه توجد ازمه رجال في الجزائر الفرنسيه، ما عندكمش الرجوله. لو كنتي راجل غترد على الجيش، الا كنتي كتعتبر ديك الارض اللي قصفكم فيها انها ماشي مغربيه كما كتقولوا، وسير رد لك تيرا، لاش كترد على مدني؟ تقدر شي نهار تكون الام ديالك انت فرحان بها ما تجيش تدخل المغرب يقول واش تبغي يقتلك شي واحد؟ لا، حنا كنعاملوا معامله المسلمين، وانا من الناس اللي كنتمنى ربي يا ربي يجيب شي حرب، ولكن ما نقتلش الابرياء. انا من الناس اللي باغي الحرب ومشتاق ليها واتمناها، ولكن حتى الان ما نعديش القلب اللي نقتل بريء جزائري جا واحد نقتلو، ما يمكنش الا الا كان دار لي شيء معين، سب لي امي ودخلت معاه في صراع ربما عصبني في هذاك الوقت وكذا وكذا نقدر نتهور. ولكن يجي عندنا جزائري كي هربان من بلادو او لا جاي سائح ودخل بالغلط، ما يمكنش. انا مسلم، انا ضمير ديال المسلمين. انت صهيوني دابا تقول لي صهيوني، واش انت ولا اسرائيل؟ الجزائر صهيوني، الجزائر وقفت مع الاسبان ضد المغرب وطردت المسلمين المغاربه يوم عيد الاضحى، وسرقت علم فلسطين
وتدخلوها في الشعارات مع لا، باش نشوف مزيان باش نفهمكم. سرقت علم فلسطين وصنعت به العالم ديال البوليزاريو الإرهابية، وكتدخل في الشعارات مع فلسطين كغطاء، كأطماع في المحيط الأطلسي، وهذا الشيء كله راه إملاء من فرنسا. وقفات مع إيران ضد العراق، وقفات مع الاتحاد السوفيتي ضد الأفغان، وقفات مع إثيوبيا ضد مصر، وقفات مع تقسيم السودان، وكتوقف ضد كوسوفو اللي هما مسلمين، وكدعم بشار الأسد ضد السوريين. يعني كل شيء اللي كان ضد المسلمين كتكون معاه الجزائر. هذه الجزائر الصهيونية والافعال ديالك تبين ذلك. لهذا انا كنقول لك الا كانك الزماكري اللي باقي خوك، سير جيب اصدقاء ديالك، عندك شويه فلوس، سيروا شريو كلاشينكوف، سيروا شريو رشاشات، سيروا دخلوا تماك حرقوا لهم الزوارق ديالهم، دخلوا يبيع لكم الزوارق تشيريو تتوما. الا كانت الدوله ما عندهاش الحق انها ترجع هكا دير حرب، لان غيكذبوا هما هذوك، هما ماشي مسلمين الجزائريين، لا دين لا من لا، غيقول لك دخلتي ما بغاش توقف هربتي، ورغم انك تهرب الدين ديالك ما يسمحش لك والضمير ديالك ما يسمحش لك، ما خاصكش تشيري فيه، تقبض عليه ممكن يعني تشوف السيد ليش داخل، تستفسر علاش داخل، واش تلف كذا كذا الى وكتلقاو ديك الساعه. اما باش غير تدخل تقتلوا فين غنوليو؟ يعني هذا كيتبين انك زريبه ماشي دوله، زريبه جبناء فيها خوافين كيبغاو يتصوروا بهذه الاشياء، لانك ما تقطعش على الجيش، لان الجيش سلخمكم ما جوج، وبقات لكم غصه في حلقكم. ما تقدروش على الجيش ورب الكعبه، الشيء حنا كشعب يكون عندنا مسلحين ما تقدروش علينا، واخا رغم اننا نكونوا مدربينش، ولكن انت جبان واحد غادي بجيتسكي خاوي به البنزين وتالف في وسط البحر وتجي تيري فيه، انت جبان ماشي قوه، انت جبان خواف ود الحرام. اعيدوا، انت جبان، انت خواف، انت لقيت الاستعمار الفرنسي، انت ما عندك لا دين لا مله، انت جزاؤك جهنم يا المجوس يا ولد الحرام. قال لك من الصهاينه وطبعتو ودرتو، ما كاين الصهيوني قلت لك راغله ولد الحرام. اسرائيل اشرف من الجزائر الفرنسيه، هذه الجزائر الفرنسيه التي هي تلحس الحذاء ديال اسرائيل. رئيسكم اعترف باسرائيل رغم الشعارات، نحن كذا وكذا، في الاخير قال نحن مع حدود 67. هذا اعتراف باسرائيل يا ابناء الحرام، وتمولون اسرائيل بالمال لقتل الشاب الفلسطيني. والمطارات ديالكم خرج برلماني جزائري كيقول انها تتحكم فيها فرنسا، وكل الاوامر تعطى بابكم من فرنسا يا ولد الحرام. وكنتمنوا الملك محمد السادس يحيد منه هاد الرزانه وهاد التبات وهاد التقاله وهاد التعامل مع المسلمين. لا ما هذا، شوف التعامل مع المسلمين شيء، والمعامله بالاسلام مع الكراغله لا تنفع، لان الكراغله ليسوا مسلمين. قالت العقليه ديال بكريك وارتام الاب ديالك تقال حنا ما عندنا ما نديروا بهذا الجيل ديال دابا، حنا باغيين الحرب، كبرات صغار. ورا الاب ديالك قبل ما يمشي قال لك كبرات صغار، هادو خاصك تدلهم كما كدلهم فرنسا وروسيا والبقيه، كيركعوا لكم ملي كدلهم كيركعوا. الجزائري يحب ان تمارس عليه الساديه، ولكن باش تبقى كتعامل نحن كذا وكذا، لا، انا لا يمثلني هذا التصرف ديال محمد السادس. وشكرا. وفي الاخر نقول ولو انها حلال تقتل الجزائري البريء لا يدخل عندك في الحدود بالغلط او لا بلا غلط، الجزائريين راه لا يسوون شيء عند نظامهم، راه قتلوا منهم 250,000 قطعوا لي راسهم، وكل عام كيحرقوهم، ما باغيش يشريو لهم طائرات الاخماد. يا اخي راه ما كيسووا حتى بصله، شنو زعما غتنتقم من الجيش ديالهم تقتل الجزائري؟ وبالعكس، راه بالعكس النظام باغي يتهنى من الجزائريين، راه هو كيقتلهم وقطع ريوسهم. هذاك اللي دارتو فرنسا، راه عاود حطات فرنسا النظام ديالهم باش يبقى يدير الخدمه ديال فرنسا في الجزائر،
الفرنسيه الصهيونيه. راه النظام ديالهم كيقطع رؤوسهم، راه كل مره كيبان لك قتل واحد، عدم واحد. راه في البحر نيت راه تيراو على الجزائريين، راه كاين واحد الفيديو كيدور. هذا راه نظام صهيوني، هادو هما الصهيون حطاتهم فرنسا تما باش يبقاو يديروا عرقله لشمال افريقيا، سرطان شمال افريقيا. باش تعرفوا هاد الشعب ديالهم راه ما كيسوى والو. الشي الحمار والكلب راه افضل من الجزائريين بالنسبه للنظام الجزائري. على الاقل الحمار كياكلوا اللحم ديالو، الكلاب كياكلوا اللحم ديالو، فهمتي؟